السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام، المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. هنكمل مع حضراتكم النهاردة سلسلة فيديوهات 100 سؤال وإجابة، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أورام الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي غدة موجودة في أسفل الرقبة من تحت، عبارة عن فصين زي منظر الفراشة بالظبط. وظيفتها الأساسية هي هرمونات النشاط، بتفرز هرمونات بتبقى مسؤولة عن النشاط العام للجسم، ان احنا نقوم ونتحرك ونشتغل. بنعتمد فيها على هرمونات معينة اسمها تي 3 وتي 4، بتفرز من الغدة الدرقية تحت تأثير هرمون اسمه تي اس اتش خارج من الغدة النخامية. ربنا سبحانه وتعالى خالق الجسم بتاع جسم الإنسان، المخ بيدي أمر للغدة النخامية تفرز هرمون، يروح يدي أمر للغدة الدرقية تفرز هرمونات النشاط. تشخيص اضطرابات وظائف الغدة الدرقية بنعتمد فيها على التحليل الدموي لنسبة الهرمونات في الجسم، سواء كانت زايدة أو قليلة. وبنعتمد برضو على تحليل هرمون التي اس اتش اللي خارج من الغدة النخامية، اللي بيؤثر على وظائف الغدة الدرقية إن هي تطلع وتبقى بصورة طبيعية. الأورام الحميدة في الغدة الدرقية زي أي ورم حميد في الجسم هي ورم موضعي في الغدة الدرقية. أما الأورام الخبيثة في الغدة الدرقية فهي أورام قد تنتشر عن طريق القنوات الليمفاوية للغدد الليمفاوية اللي موجودة في الرقبة، أو تنتشر عن طريق الدم إلى أعضاء أخرى بعيدة عن الغدة الدرقية وبعيدة عن الرقبة زي الكبد زي العظم. أورام الغدة الدرقية بنعتمد في التشخيص الأساسي فيها على السونار اللي على الرقبة بيحدد لي شكل الكتلة اللي موجودة في الغدة الدرقية. بنعتمد فيها على حاجة اسمها التايرويدز كلاسيفيكيشن، اللي هي تقسيمة وشكل الورم في السونار. التغذية الدموية، هل الورم ده صلب ولا سائل؟ هل الورم ده فيه بؤر خبيثة حواليه ولا لأ؟ هل في غدد ليمفاوية منتشرة حواليه ولا لأ؟ كل ده يفرق معانا جدا في تحديد نوعية أو ماهية الورم اللي في الغدة الدرقية. بعدها قد نلجأ إلى العينة أو قد لا نلجأ إلى العينة. في بعض أنواع الأورام الغدة الدرقية بنلجأ فيها للعينة، وفي بعض الأنواع تانية بنكتفي فقط بالسونار ولا نلجأ إلى العينة. أورام الغدة الدرقية بشكل عام الأورام الخبيثة فيها تعتبر أورام إلى حد ما ذات سلوك مقبول من ناحية الانتشار. 90% من أورام الغدة الدرقية الخبيثة بنسميها الويل ديفرنشيتد، البيهيفير بتاعها أو سلوكها بيبقى أشبه بالسلوك الحميد، يعني بنكتفي فيها بالعملية الجراحية أو ممكن نضيف عليها حاجة اسمها اليود المشع. لكن في نسبة 10% من أورام الغدة الدرقية الخبيثة بتبقى أورام عنيفة شوية في الانتشار، بتنتشر عن طريق الدم تروح للكبد أو تروح للعظام، ودي بتبقى نسبة قليلة جدا منها. الكورنر ستون أو الجولد ستاندرد في علاج أورام الغدة الدرقية، اللي هو الركن الأساسي في علاج أورام الغدة الدرقية، تتلخص في الجراحة. الجراحة دي ممكن تكون استئصال لنصف الغدة الدرقية، أو استئصال كامل للغدة الدرقية، أو استئصال للغدة الدرقية والغدد الليمفاوية اللي في الرقبة. الغدد الليمفاوية دي في منها الغدد الليمفاوية المركزية اللي موجودة في المنطقة المركزية، أو الغدد الليمفاوية الطرفية اللي موجودة في طرف الرقبة. طيب مين هنعمل له إيه؟ على حسب المريض جه إمتى. عشان كده دايما بننصح المرضى كلهم إن هم لازم يجوا في مرحلة مبكرة للإطمئنان، أو لو كان في تدخل جراحي نقدر نعمل له تدخل جراحي الأبسط. يعني بدل ما أعمل لمريض استئصال كامل للغدة الدرقية، لا أنا بعمل له استئصال فقط لنصف الغدة الدرقية. بدل ما أعمل لمريض استئصال كامل للغدة الدرقية والغدد الليمفاوية اللي في الرقبة، أعمل له بس استئصال للغدة الدرقية. فكل ما المريض يجي في مرحلة مبكرة كل ما العلاج بقى أبسط ونسبة الشفاء بقت أعلى. بعد الاستئصال الكامل للغدة الدرقية المريض لازم يعوض هرمونات الغدة الدرقية اللي هو كانت بتفرزها، وده عن طريق برشام اسمه الالتروكسين. ده برشام هرموني المريض هيمشي عليه مدى الحياة طالما عملنا استئصال كامل للغدة الدرقية. متابعة الأورام الخبيثة في الغدة الدرقية مهمة جدا، تتلخص في إن أنا بتابع الأورام موضعيا عن طريق السونار اللي على الرقبة، وإكلينيكيا عن طريق الكشف الإكلينيكي على رقبة المريض، وفي تحليل دم اسمه دلالات الأورام لازم بيتسحب. المتابعة دي تبقى إمتى؟ المتابعة دي لازم تبقى كل 3 شهور لمدة 2 سنين. ليه الفترة القليلة ديت؟ لأن دي أكتر فترة الورم ممكن يرتجع فيها. بعد ما ال2 دول بيخلصوا بيبقى الفترة الزمنية كل 6 شهور لمدة 5 سنوات. بعد ما ال7 سنين دول يخلصوا كلهم بيبقى متابعة سنوية.
اورام الغده الدرقيه بشكل عام، الاورام الخبيثه علاجها هنقول 80% منها عباره عن الجراحه، هيتبقى 20%. 10% فيها بنقول عليه العلاج الاستكمالي اللي بيبقى في صوره يود مشع، وال10% المتابعه. يعني المتابعه الجراحيه دي حاجه مهمه جدا لا تقل اهميه عن العلاج الاستكمالي اللي بناخده بعد الجراحه. الغرض من المتابعه ايه؟ ان لو لا قدر الله حصل ارتجاع للاورام في اي وقت، اقدر اديتكت او اقدر اجيب الارتجاع دوت بدري، فاقدر اعالجه بدري، فالمريض نسبه الشفاء فيه بتبقى اعلى. وده هو الغرض النهائي، ان المريض يخف تماما من الاورام. اورام الغده الدرقيه متوارثه في العائلات بنسبه تصل الى 10%. علشان كده بننصح ان العائلات اللي حصل فيها اورام خبيثه في الغده الدرقيه، ان لازم العائلات كلها او كل افراد العائله بيعملوا حاجه بسيطه جدا، بيعملوا سونار على رقبتهم كل سنه مره. الفكره كلها طمانينه على الغده الدرقيه. في حاله ان في اورام في الغده الدرقيه دي جت بالسونار، مش لازم الاورام دي تكون خبيثه، ممكن تكون اورام حميده، بس لازم نلجا للطبيب ساعتها عشان نقدر نحدد ماهيه الاورام دي، هل هي نوع حميد ولا نوع خبيث، وبناء عليه نبدا نقول المتابعه هتبقى عامله ازاي. اورام الغده الدرقيه بنلجا فيها للتحليل الجيني في بعض انواع اورام الغده الدرقيه، ودي بتبقى انواع نادره شويه اللي هي بتبقى بنسبه 6%، اللي احنا بنسميها الميدالري ثايرويد كانسر او الورم الخبيث في الغده الدرقيه الاروماتيزمي. ودي انواع بتبقى متوارثه في العائلات بقوه وليها تحليل جيني بنعمله. التحليل الجيني ده لو طلع ايجابي، ساعتها بنضطر لاستئصال الغده الدرقيه حتى لو الغده الدرقيه ما فيهاش حاجه، لان ده معناها ان المريض ده عرضه ان هو يجيله الورم ده في يوم من الايام. والاورام دي بتبقى اورام عنيفه شويه.